متابعيني الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم فيديو كده سهل وخفيف ولذيذ. هعمل لكم النهارده شوربه السي فود بطريقه سهله من غير اي افتكاسات. معانا طبق من الشوربه الجاهزه اهوت. خلاص دوت بيتباع جاهز على بعضه كده. خلاص اول حاجه بس هنجيبها هنغسله كويس وهنقطع الكابوريا دي، الصوابع دي. خلاص اهو هنقطعها مكعبات كده صغيره، انما كل حاجه متقطعه. خلاص اهو. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يلا معانا حله على النار. انزل بقى كده بشويه زيت مش سمنه الاول، وفي الاخر هقول لكم هنعمل ايه. خلاص. وفصين توم مفرومين، اخليهم بس يتبلوا كده وريحتهم تطلع معايا اهو. خلاص كده ريحتهم طلعت اهم دبلوا. انا مش عايزه احمرهم، مش عايزه اغمقهم. خلاص. وعندي بقى ميه سخنه اهو، انزل بالميه السخنه بتاعتي هتغلي غلوه، هي كده كده مغليه. خلاص. وبعد كده هجيب بقى الشوربه بتاعتي، هنزل بقى كده بالشوربه بتاعتي كده. بسم الله اهو. غسلها كويس وننقعها كويس، نخلي بالنا ونفتح الجندفلي ده لان بيبقى مليان رمل. ننزل بقى كده اهو ونسيبها ايه تتسلق بقى 10 دقايق كده ونوطي عليها. وبعد كده لسه ما خلصتش، هنشوف هنحط لها ايه تاني عشان تبقى زي بتاعه المطاعم بالظبط. خلاص. هسيبها بقى كده تغلي كده مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي، هنحط بقى ايه كده بعد ما غليت اهي واستوت معانا. نحط بقى كده ايه حبه كمون، حبه صغيرين، ما نكترش من البهارات. خلاص. عشان نحس بالطعم بتاعها. نقطه فلفل اسود. خلاص. وشويه ملح، نظبط ملحها. اقول لكم بقى على سر لونها الخطير اللي لما بنشتريها بنلاقيها كده صفرة من فوق. هنشوف السر دوت دلوقتي حالا اهو. خلاص كده اهي ملحناها وظبطناها. هنقفل عليها بقى ونضيف اضافتين هيودوها في حته تانية خالص. بصوا يا حبايب قلبي، هنحط بقى كده رشه من الكرفس الاخضر بتاعنا العادي بتاع شوربه الخضار اهو. طبعا ده اختياري، اللي عايز يضيفه اللي مش عايز يضيفه براحتكم ماشي، بس دوت بيديها طعم حلو قوي قوي قوي. خلاص. وهقول لكم بقى على السر الخطير اللي تبقى لونها معانا صفرة زي بتاعه المطاعم بالظبط. قطعه من الزبده الصفرة، ولازم تكون صفرة. الزبده الصفرة بتاعتنا مش الزبده البلدي، لا الزبده الصفرة دي اللي بتخلي لونها اصفر. خلاص. اول ما تسيح هنلاقي لونها اصفر. طبعا في ناس بتعملها بالكريمه، بس انا عن نفسي بحب اعملها باللبن. انا هحط شويه من اللبن دلوقتي. بصوا لونها بدأ يصفر اهوت. خلاص معانا. اللي عايز طبعا يخليها كده من غير ما يخلي لون الشوربه بتاعتها ابيض زي الجاهزه يخليها، يعني هي الناس بتعملها كده. انما لو عايزين لونها ابيض، في ناس بتحط كريمه، في ناس بتحط لبن. انا عن نفسي هحط لبن. خلاص. شايفين لونها عامل ازاي؟ شايفين لونها اصفر ازاي زي بتاعه المطاعم الكبيره بالظبط. بصوا اهي. وريحتها مش قادره اقول لكم، الكرفس بيديها ريحه حلوه قوي وطعم حلو جدا. خلاص. وكده الشوربه بتاعتنا بقت جاهزه. يلا بقى نغرفها كده مع بعض وبألف هنا وشفا. ده يا حبايب قلبي شكل الشوربه بتاعتنا. شايفين الطبقه الصفراء اللي على اللي على الوش دي زي بتاعه المطاعم بالظبط. يلا حبايب قلبي انتظروني في فيديو جديد، فكره جديده، وصفه جديده. اسيبكم دمتم في رعايه الله وامن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.